أنا زهرة، ودي بنتي زينة، ودي حكاية جديدة من سلسلة علمي بنتك. ماما، أنا حاسة إني لما أتكلم الناس بتضحك وبقيت بسكت كتير حتى لو عارفة الإجابة. بخاف أتكلم عشان بخاف أغلط. زهرة، عارفة يا زينة، أصعب حاجة إن البنت تحبس كلامها جواها، مش عشان هي مش عارفة، لكن عشان خايفة من رد الناس. زينة، أنا لما حد يضحك على كلامي بحس إني صغيرة وإني ماليش قيمة. حتى في المدرسة لما الأستاذة تسأل أنا ببقى عارفة بس ما برفعش إيدي. والخوف ده بيحصل لكل الناس يا زينة، مش لأنهم ضعاف لكن لأنهم حساسين. وانتي عندك قلب كبير ودماء جميلة، لكن محتاجة تفهمي الخطأ مش نهاية، الخطأ بداية. بس الناس مش بتسامح. لما بغلط بيقعدوا يضحكوا أو يعلقوا، وأنا بحس إني بتكسر من جوايا. عارفة الآية الجميلة دي؟ وخلق الإنسان ضعيفا، يعني كلنا بنغلط ومفيش حد معصوم. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. الغلط مش عيب، العيب إننا نكتم نفسنا ونكبت مواهبنا ونعيش خايفين. يعني أتكلم حتى لو غلطت؟ أيوة يا بنتي، اتكلمي، عبري، فكري بصوت عالي، ولو غلطتي قولي أسفة أو صححي المعلومة، لكن ما تسكتيش خوفاً. طب لو الناس ما عجبهاش كلامي؟ الناس يا زينة عمرها ما هتتفق على حد، بس اللي بيكسب في الآخر هو اللي بيجرب وبيتعلم وبيغلط ويقوم تاني. أنا نفسي أبقى واثقة زيك يا ماما. الثقة مش بتتولد معانا، الثقة بنت التجربة. كل مرة تتكلمي حتى لو قلبك بيخبط هتكسبي خطوة جديدة. كل يوم بنتي زينة بتتعلم حاجة جديدة، وأنا كمان. علمي بنتك إن صوتها مش غلط، علميها إن الغلط مش نهاية لكنه سلم تتعلم منه. علميها تتكلم، تحس وتعبر. بشوفكم في حلقة جاية من علمي بنتك، بصدق وبحب وبأمان.